انا قلتها لكم، حق النادي الاهلي رجع، حق الكابتن محمود الخطيب رجع، حق جمهور النادي الاهلي اللي ساند الاداره كل الدعم رجع. الاهلي انتصر على الفسده، الاهلي انتصر على اتحاد الكوره، الاهلي انتصر على الرابطه، الاهلي انتصر على بيراميدز، الاهلي انتصر على الزمالك ابو تفويته، الاهلي انتصر على كل حد حاول يخطف لقب الدوري من النادي الاهلي. الاهلي انتصر على كل واحد حاول يعطل النادي الاهلي عن صدارة الدوري المصري. عاجل ورسميا اعادة مباراة الاهلي والزمالك بقرار من لجنة التظلمات. والكلام ده مش كلامي لوحدي، انا قلت الكلام ده من زمان، وكتير قوي حاولوا يشككوا في كلامي ويقول لي انت بتهبد. مش انا لوحدي اللي قلت الكلام ده، ابراهيم فايق طلع معاه الكابتن مصطفى عبده كابتن النادي الاهلي التاريخي، قال لك اعادة مباراة الاهلي والزمالك امر محسوم. مهيب عبد الهادي نشر في بوست وقال برضه في برنامجه بنسبة 95% اعادة مباراة الاهلي والزمالك. والنهاردة رسميا لجنة التظلمات تقرر اعادة مباراة الاهلي والزمالك. احنا ما بنهبطش يا جدعان، وحقنا رجع يا ابو تفويته. فوتت على الفاضي، بعت نفسك على الفاضي يا بائس يا محل يا ابو نبله. وانت يا عم بيراميدز فلوسك راحت على الفاضي. ما هو ماتش الزمالك وبيراميدز المتساب ده، ما هو بيراميدز دافع، فانت دفعت على الفاضي يا شوال الرز. وفي الاخر الكل بيعيش الوهم والدوري اهلاوي. اعادة المباراة وانا متصدر الدوري وانا اعلى من بيراميدز بنقطتين، وانت يا بائس يا محلي بتنافس على الثالث والرابع، ولما تلعبني الماتش هخليك الخامس ان شاء الله. هقول لك التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمسي على كل اخواتي الاهلاويه اللي منوريني دايما. بتمنى منكم دعم الفيديو بلايك وشير وكومنتات كتير، دعما منكم لاخوكم راموس الاهلاوي. نصلي كده على النبي ونترحم على موتانا. ربنا يرحم موتى المسلمين جميعا، ربنا يرحم والدي ان شاء الله ويسكنه دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. اسمع بقى التفاصيل واسمع بقى الحدوته، واعرف ان احنا كجمهور النادي الاهلي صوتنا مسموع. لازم كصانع محتوى تعمل فيديو وتقول ان الماتش لازم يتعاد وان الاهلي معاه الحق، ولازم لان كل الكلام ده بيوصل لما يعني زي ما يقول لك ايه، الفرقه اللي ما عندهاش جمهور صايع حقها ضايع. فلازم كجمهور النادي الاهلي في المدرجات، صناع المحتوى، في التلفزيون، في الراديو، لازم اتحاد الكرة يسمع ان جمهور الاهلي ما بينخش. مش عشان احنا تصدرنا الدوري خلاص هننسى القضية، لا يا حبيبي. وكل ده كان اثر بالايجاب على حق النادي الاهلي وعلى رجوع حق النادي الاهلي وعلى اعادة مباراة الاهلي والزمالك بقرار من لجنة التظلمات بعد البت في الورق والخطابات المرسلة من رابطة الأندية إلى النادي الأهلي اللي بتنص على أهمية وتأكيد حضور حكام أجانب لمباراتي الأهلي والزمالك، مش مباراة واحدة. وأيضا الخطابات المرسلة من رابطة الأندية إلى نادي الزمالك اللي بتنص وبتؤكد وبتلزم نادي الزمالك باستقطاب حكام أجانب لمباراة الأهلي ومباراة بيراميدز. وده اللي ما حصلش في ارض الملعب. وايضا الخطابات المرسله من رابطه الانديه الى نادي بيراميدز واللي بتنص على الزام بيراميدز باستقطاب حكام اجانب في المباراه الثانيه مع الاهلي ومع الزمالك. يعني 3 مباريات اعلن عنهم رابطه الانديه في بوست رسمي وخطاب رسمي. وايضا اتحاد الكرة اعلن نفس الكلام واكد على نفس الكلام ان 3 مباريات في الدوري المصري ستكون بحكام اجانب، وهما الاهلي والزمالك، الاهلي وبيراميدز، الزمالك وبيراميدز. الكلام ده ذهابا وايابا، يعني في الماتشين اللي هيتلعبوا. الماتش اللي هيبقى على ارض الاهلي مع بيراميدز حكام اجانب على مسؤولية الاهلي.
الماتش اللي على ارض الزمالك بين الزمالك وبيراميدز وحكام اجانب على مسؤوليه الزمالك. الماتش على ارض بيراميدز سواء مع الاهلي او مع الزمالك حكام اجانب على مسؤوليه بيراميدز. كل ده تمام. طلع نادي الزمالك في خطاب وبيان رسمي مرسل لاتحاد الكره ورابطه الانديه ان انا مش هلعب بحكام اجانب، انا معيش فلوس. ردت رابطه الانديه بخطاب رسمي للنادي الاهلي وللزمالك وفي بيان رسمي على الفيسبوك، تقدر تخش تشوفه ده لو ما مسحوهوش. رابطه الانديه قالت ماتش الاهلي والزمالك على ملعب الزمالك بحكام اجانب، ورابطه الانديه هتتكفل بمصاريف الحكام الاجانب، وهيبقى مديونيه على نادي الزمالك عشان الزمالك قال انا معيش فلوس، والاهلي لو عايز يجيب حكام اجانب يدفع هو. طبعا الاهلي عارف ان البائس المحلي ده ما بيدفعش حاجه وهناخدهم منه في الفيفا، لا مش بتوع الكلام ده احنا. فالنادي الاهلي يترد بخطاب رسمي وبيان رسمي، انا اتكفلت بالحكام الاجانب في المباراه الاولى مع الزمالك، والمباراه الثانيه من حقي ان الزمالك هو اللي يتكفل بالحكام الاجانب، وانا عايز حكام اجانب ومش هدفع جنيه واحد. ردت رابطه الانديه على النادي الاهلي وقالت له خلاص يا اهلي، خلاص يا زمالك، انا هعدي الازمه عشان انا وعدت ان الثلاث ماتشات هيكونوا بحكام اجانب، ونظرا للمنافسه الشديده بين الاهلي وبيراميدز، طبعا الزمالك ما حصاله ما جاش اصلا، لازم اوفي بالوعد، وانا كرابطه الانديه هجيب حكام اجانب وهيكونوا مديونيه على نادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك بقى الرباطيه بقى البلطجه بقى حسين لبيب وبيدو رفضوا ان هم يمضوا اي ايصالات لرابطه الانديه بحيث ان تمن حكام الاجانب يكون مديونيه على الزمالك. قال لهم واحنا ناقصين ديون، انا مش عايز حكام اجانب ومش همضي على حاجه. فكده رابطه الانديه هتبقى مدينه الزمالك بكتير قوي، وهم ما بيدفعوش ومحدش بيلزمهم يدفعوا. فرابطه الانديه ما عرفتش تعمل ايه، ولكن ما اعلنتش ان الماتش بحكام مصريه، لكن اعلنت ان في توتر والزمالك رافض. طب هاتوا انتوا بقى الحكام. طب الزمالك كده اللي بيأزم كل ده اثبت في لجنة التظلمات ان الزمالك هو اللي بيصعد الموضوع وهو اللي رافض حكام اجانب، بمعنى هو اللي رافض خوض المباراة خوفا من الاهلي، ولكن بيستخبى ورا ستارة ان انا معيش فلوس ومش هجيب حكام اجانب. فكل الكلام ده والورق الرسمي والخطابات الرسمية لما اطلع عليها لجنة التظلمات إعادة مباراة الأهلي والزمالك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الكروية. صياحة اقترب يا بائس يا محلي، ومستنيك في استاد القاهرة، ويا ريت بقى ما تجيش عشان يتخصم منك بقى مش 3 نقط 6 نقط يا بائس يا محلي، وكمان يتخصم منك مبلغ مالي محترم وتهبط درجة تانية ان شاء الله مع الاسماعيلي. بتمنى من كل اخواتي الاهلاويه دعم الفيديو بلايك وشير وكومنتات كتير. سلام.